السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو ليصلكم كل جديد. سجل المهاجم الجزائري أمين غويري هدف عالمي في الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني الجزائري بطريقة عالمية صنعها المهاجم العائد إلى المنتخب الجزائري بعد غياب طويل وتهميشه من المدرب السابق جمال بلماضي. ولا يكفي إلا أن نقول ما شاء الله عن ياسين إبراهيمي، يستحق إشارة قيادة المنتخب الوطني بأتم معنى كلمة الأفضل في الشوط الأول في المباراة الجارية ضد المنتخب بوليفيا. وصفق الناخب الوطني الجديد فلاديمير بويتكوفيتش على هدف أمين غويري بعد المحاولات الكثيرة والسيطرة الواضحة على منتخب بوليفيا. ولقطات أمين إبراهيمي العالمية وذكائه في اللعب والمراوغات